فلا تجرح بالعالم، تجريح حاول تبتعد عنه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم حلقه اخباريه جديده من اخبار ايكيو. مثل ما تعرفون ودائما انبهكم انه اخبار ايكيو تتعلق بالجيمنج وايضا الاخبار غريبه داخل يوتيوب او المجتمع اليوتيوبي. اليوم يا شباب عندنا 3-4 اخبار ان شاء الله تفيدكم. اكو خبر شخصي، اكو خبر عن اللي هو موضوع الحلقه او موضوع الاخبار مال اليوم، واكو خبر ثالث ممكن يكون مبهج لمجموعه كبيره من الجيمرز داخل العراق. فخلونا نبدا. بالعزم انتفضت يمنى في هدوء الليل. الخبر الأول اللي هو عنوان المقطع عليه بنت محجبة أو مسلمة تنزع حجابها ومثل هذا الشيء. الفكرة إنه أكو يوتيوبر عراقية عايشة كل حياتها بالأردن، تتكلم ما تقدر تتكلم عراقي، لهجتها أردنية بالكامل، عايشة حاليا بأمريكا، اسمها شهد، أبوها اسمه عماد، قناة شهد عماد اليوم راح نحكي عليها. الفكرة هي يا شباب إنه هاي شهد من سنتين هي إنسانة محجبة، قبل سنتين ما كانت محجبة، هسه حاليا غير محجبة. الفكرة وكل ما بيها إنه هاي اليوتيوبرز أو شهد قررت تخلع حجابها. هذا هو الخبر. بس احنا مو احنا نقول احنا العرب بدنا نرجع لي ورا. الفكره مو بس بدنا نرجع لي ورا مو صناعيا، ايضا افكارنا بدها ترجع لي ورا من ناحيه العقليه التعصبيه. بالاسلام قبل ما يجي الاسلام اكو عند العرب كان تعصب للقبيله للعشيره لكل شيء لاي شيء. يعني بس اقول لكم حرب البسوس اللي سوى عليها مازير سالم صارت حرب مدتها 40 عام على المود ناقة اسمها حرب إبل، عن مود إبل ناقة واحدة صار حرب 40 عام. فكان اكو تعصب، هذا التعصب حاليا بدنا نشوفه فعلا بالعالم العربي اكثر شيء بالعالم الاسلامي. فلما نزلت مقطع هاي شهد انه قالت انا دا اتعرض ضغوطات، الحجاب لبسته بقناعتي لمدة 2 سنين وهسه راح انزعه ايضا بقناعتي لانه دا نتعرض ضغوطات ومدى اقبل انه اهلي يتعرضون لهاي الضغوطات فراح انزعه. اجت عليها كمية كراهية كبيرة، ديسلايكات، حكوا عليها بالتعليقات، ناس عارضوها، ناس دعموها قالوا لها اوكي مو مشكله. بالاسلام الفكره بالمجمل يا شباب انه الاسلام مو دين عصبي، مو دين يحض على الكراهيه، فاذا ما تريد تتحجب عادي ماكو مشكله، اذا تريد تتحجب هم عادي. بس هذا الشيء ما تقدر توصله. الفكره الواحد عمره مراهق 16 سنه وعنده هذا التعصب، دائما راح تشوف اكو رده فعل سواء كانت بنيه عمرها 16 سنه او ولد. انا اتذكر طالبه جامعيه ويانا بالكليه دا تقولها الطالبة سافرة انه ما تلبس حجاب، قالت لها تعرفين انت باكر لما بيوم القيامة نصير شنو حيسوي ايش الله؟ انه شعرك كله يتلفلف بافاعي وما افاعي، تصيرين مثل الميدوسة اذا سامعين بها. فاني استغربت، انت طالبة جامعية قسم اجتماع لازم تكونين عندك وعي وثقافة كبيرة انه يعني تريدين رغبية بالحجاب رغبية، بس مو بهاي الطريقة الغبية، يعني بصراحة اقولها غبية. فاكو هاي ناس عندهم تعصب. انا اتمنى منكم اذا شفتوا هيك حالة اما تغضون عنها او تناقشوها بعقلانية، هذا كل الموضوع. فبس اتمنى انه رسالتكم ما تكون بها كراهية لاي شخص، لا لشهد ولا لغيره. انا ما عندي تعليق ابدا عن الموضوع، فقط خلونا ننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني يا شباب يقول لكم نينتندو سويتش، الجهاز اللي صدر بشهر 3 الشهر الماضي عن طريق شركة نينتندو اليابانية، للأسف ما بها دعم قوي بالشرق الأوسط. نينتندو ما أعرف ليش مو مثل سوني دعمها كلش جبار صاير خصوصا بترجمة الألعاب. الخبر يقول لك كل عشاق هذا الجهاز حاليا متوفر بالأسواق العراقية. وين يا مصطفى؟ عند جيم ستور وجيم هاوس في المنصور عمارة الجاذرجة الطابق الثاني. وأشكرهم أيضا وفروا لنا يا أن بشكل خاص النسخة شوية نادرة اللي تجي الجويكون مالتها أحمر وازرق. فاذا اني كتجربه شخصيه لمده 2 او 3 ساعات للجهاز، لعبه زيلدا بالتحديد الجهاز رهيب، خصوصا الساوند افكت اللي حاطيه بداخله اثناء يعني الانترفيس لما تجربه بالجهاز كان يعني حسيت دا اجرب جهاز العاب بس مو بلاي ستيشن اكس بوكس، دا اجرب شيء ثاني، يعني دا اجرب تجربه ثانيه. اذا عندك فلوس جمع واشتري هذا الجهاز. الجهاز هو استثمار للمستقبل. الالعاب مالته انا ما انصحك تشتري كل الالعاب لان الالعاب شوي غاليه، بس لعبه مثل زيلدا تستحق $60، لعبه مثل سبلاتون اللي حتنصدر سبلاتون 2 ايضا تستحق سعرها. مونستر هانتر اذا نزل جزء جديد على سويتش تستحق انك تشتريها. ايضا لعبه ماريو كارت، لعبه سباقات وقتال، لعبه رهيبه ايضا تستحق لك سنوات ممكن تظل بيهم. فهذا رايي بالموضوع. جيم ستور جيم هاوس رابط بالديسكربشن. الخبر الثالث يا شباب هو خبر شخصي. تمت دعوه الشايب الى بطوله كاونتر سترايك ببيروت وانا راح اكون وياه ان شاء الله، راح اعطيكم مسابقه اذا قدرت. بس هذا الخبر يعني بدي اعطيكم ممكن اسجل كم مقطع هناك بلبنان اذا شفت لي مكان حلو احسن من كروما اذا ما عجبتكم، او الاستوديو يحتاج بعد اضاءه على مود يتحسن افضل ويحتاج بعض الشغلات، يعني يحتاج شغلات
الفضاء شغل. اكو خبرين مهمات راح اعطيكم اياها ايضا ممكن يحمسوكم. يقال انه الاسبوع القادم ممكن يستعرضون الاكس بوكس بروجكت سكوربيو او السكوربيو، جهاز الاكس بوكس القادم الجديد اللي هو راح يكون نسخه مطوره جدا اللي حيشغل لك دقه 4K و60 اطار بالثانيه كل العابه. ممكن يستعرضوه الاسبوع القادم. انا بصراحه متحمس لشيء واحد من هذا الجهاز كله، هو شكل الجهاز فقط. يعني ما عندي حماس انه شنو حيقدم، لانه ده يقول لك 4K و60 اطار خلاص. هاي الاتش دي ار اكيد راح يدعمه، راح يدعم هواي شغلات. اعتقد هو افضل بهوايه من بلاي ستيشن 4 برو، لكن ال4 برو ايضا ده يقدم شيء، ده يقدم لك 60 اطار وايضا دعم 4K مو حقيقي وانه ابسكال مثل ما يقولون. يعني اللي يشتغلون بالمونتاج يعرفون شيء عن ابسكال. يعني اذا عندك شاشه 4K انت مشروعك على 4K تقدر بس تكبر الصوره على مود يصير هذا الموضوع. انتم شو رايكم؟ متحمسين لشكل السكوربيو مثلي اني لو لا؟ انا اتوقع شكله راح ياخذ فعلا شكل العقرب، لانه اسمه سكوربيو فالتصميم مالته ممكن يكون بهذا الشكل. منو منكم ممكن يجيب هذا الجهاز بس يصدر؟ وممكن تكون هاي كذبه اربيل منه، ممكن تكون هاي كذبة أبريل اللي كنا نعرفها بداية شهر الرابع، الناس تكذب على بعض. ما أعرف من جاي، بس أعتقد عادة قديمة ممكن من الشرق من الغرب، ما أعرف بصراحة. اللي يعرف شنو قصة كذبة أبريل يذكرها بالتعليقات، بس مو تروح لويكيبيديا وتشوفها، لا أنت إذا تعرفها فعلا اكتبها، لا تتعب حالك، ما بدي تعبك. إذا يا شباب هاي كانت كل أخباري. ممكن لعبة ديث جون الحصرية على البلاي ستيشن 4 أيضا يتم الإعلان عنها، ما أعرف بس هيك دا يقولون، يعني أكو إشاعات تقول هيك. هاي كانت كل أخباري اليوم يا شباب، أتمنى تكون عجبتكم. كتبوا لي رأيكم بليسو تشهد رجاء. أنا ما حتشوف المقطع مالتي، بس انت اني حقره فلا تجرح بالعالم تجريح، حاول تبتعد عنه. اشوفكم مقطع ثاني يا شباب. كان وياكم مصطفى من قناة جيم. سلام.